السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يوم عظيم جدا، يوم يعتبر من أفضل الأيام في الإسلام كلها. يوم عرفة، يوم الحج. الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء في عرفة مستجاب. مستجاب ده مش كلام أحمد، لا ده كلام سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واهم حاجه تبدا بيوم عرفه، ده افضل حاجه انك تعمل حجه وعمره. اعمل حجه وعمره ازاي؟ اعمل حجه وعمره يعني اصلا ما حجتش؟ لا يا باشا، تعال اقول لك. هتروح الجامع، تصلي الفجر في الجامع، تقعد بعد ما تصلي الفجر تقرا اذكار الصباح عادي، تقرا شويه قران، تفضل تذكر ربنا. ذكر الله اللي هو التكبير والتهليل والحمد لله والله اكبر واستغفر الله العظيم، الكلام ده كله لحد ما الشمس تطلع، لحد طلوع الشمس. تمام. تصلي الشروق. مجرد انك صليت الشروق يعني قعدت بعد الفجر، ذكرت ربنا وصليت الشروق، كانك عملت حجه وعمره. مش حجه او عمره، لا، حجه وعمره مع بعض. فكانك حجيت وعملت عمره. تمام. باقي اليوم بقى حاول تقضيه صح. تقضيه صح ازاي؟ اول حاجه، لو انت مش من الناس اللي متعودين يصلوا الفروض في الجامع، معلش تعال على نفسك، ده يوم واحد بس صلي الخمس فروض في الجامع. تاني حاجه، لو انت من الناس اللي مش متعودين انهم يدعوا ربنا، لا انت مثلا بتصلي في الجامع كل حاجه بس بتصلي وتمشي، لا، اقعد ادعي ربنا. ادعي ربنا بجد، لح في الدعاء. لو الامر فيه مشقه عليك وحاسس ان انت مش متعود على الكلام ده، معلش ده يوم واحد بس جايز اليوم ده يغير حياتك. يعني جايز اليوم ده يغير حياتك كلها. لو انت مش متعود تقعد في الجامع وتدعي ربنا كده، ويا رب يا رب يا رب كل اللي في بالك يعني وكل اللي في نفسك ادعي. مش شرط الدعاء اللي هو اللهم يا كذا، لا، مش شرط لغة عربية فصحى. اللي يجي في بالك انطقه. يا رب يا رب النبي، يا رب ارزقني الصحة، يا رب نجحني، يا رب يا رب. كل اللي في بالك يجي منك على طول، كل اللي يجي على لسانك قوله. في رب بيستجيب. والالحاح في الدعاء مهم جدا جدا جدا. انا دعيت ربنا قلت: يا رب ارزقني كذا كذا، يا رب استرها معايا، يا رب نجحني، يا رب وفقني وكذا، يا رب اشفيني. لا، ماشي تمام، ده كله تمام. ادعي تاني. طب انا هفضل ادعي كده وارجع اعيد اللي انا قلته تاني كده يعني؟ لا يا باشا، افصل بينهم مثلا بذكر الله، افصل بينهم بشويه قران. اهم حاجه الدعاء اللي انت دعيته مره ادعيه تاني وتالت ورابع وخامس على مدار اليوم. يعني الالحاح في الدعاء مهم جدا جدا، لان زي ما انتم عارفين خير الدعاء دعاء يوم عرفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفه، وخير ما قلت انا والنبيين من قبلي: لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ده افضل دعاء تدعي بيه. لو انت اصلا لوحده قلت لوحده كده كفى. لكن نوع ادعي بكل نفسك فيه. مش لازم تدعي بلغه عربيه فصحى خالص، لا، انت تدعي عادي باللي يجي على لسانك. اللي جه على لسانك يا رب اشفيني، قول يا رب اشفيني. اللي جه على لسانك قول يا رب اهديني، قول يا رب اهديني. اللي جه على لسانك قول يا رب نجحني، قول يا رب نجحني. ربنا سبحانه وتعالى عالم بقلوبنا، وهو اللي خلقنا، فاكيد ادرى بينا من نفسنا. قلنا خلاص انت تصلي في الجامع الفرائض، قلنا خلاص انك تدعي. تالت حاجه الصدقه. لو انت برضو من الناس اللي مش بتتصدق، حاول في اليوم ده تصدق ولو ب 10 جنيه. على قدر المستطاع، على قدر المستطاع. ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. تمام. اللي على قدك انت مقتدر، يعني مقدرتك انك تطلع نص جنيه، طلع نص جنيه عادي، مفيش اي مانع خالص. ماشي. سيجعل الله بعد عسر يسرا. لما انت تطلع النص جنيه اللي انت قدرت عليه دوت، ربنا سبحانه وتعالى بعدها هيديك من وسع، عشان انت انفقت، اديت اللي تقدر عليه، فربنا هيديك بزياده. تمام. دي كده بالنسبه ايه؟ للصدقه. رابع حاجه، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. تحاول تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كتير جدا، لان زي ما انتم عارفين الصلاه على النبي هي مفتاح للقربات كتير جدا 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 جدا. خامس حاجه، وده المهم قوي بقى اللي الناس كلها بتقع فيه: بتعمل كل الحاجات الحلوه دي مجرد ما تخرج من الجامع، او مجرد ما تبقى ماشي في طريقك، حد عصبك، حد عملك حاجه، تبدا بقى تشتم وتبدا اللي كنت بتعمله في يومك الطبيعي. لا، معلش، حاول تتجنب كل الكلام ده. حاول تتجنب وغض البصر، غض البصر، غض البصر، غض البصر، غض البصر بطريقه يعني فظيعه جدا. معلش غض بصرك في اليوم ده، غض بصرك. لو انت من النوع اللي ما بتقدرش بقى وكده، لا معلش، غض بصرك بقدر المستطاع على قد ما تقدر. ده لو توصل بيك مرحله انك تقعد في الجامع اليوم كله، اعمل كده، والله اعمل كده. لكن لو انت وراك حاجات مثلا مسؤوليه والكلام ده، عادي اخرج مارس حياتك، لكن زي ما قلت غض بصرك. اهم حاجه غض البصر، عشان الصيام هو مش صيام على الاكل بس، يعني تصوم عن كل الحاجات الوحشه اللي انت كنت بتعملها. تمام. لان ده يوم مش هيتعوض تاني. ده يوم عرفه، ده يوم يتجلى فيه ربنا سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا، ويباهي بين اهل السماء الملائكه، ويقول: يا انظروا يا ملائكتي الى عبادي جاءوني شعثا غبرا راجين رحمتي اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت له، بمقتضى الحديث يعني. تمام. فيوم عرفه يوم مهم جدا، يوم ما ينفعش نغفل عنه.
الدعاء، ادعي جدا لكل حبايبك، ادعي لنفسك، ادعي لابوك وامك، ادعي لاخواتك، ادعي لي معاك بالله عليك. اللي يشوف الفيديو دوت ما ينسانيش من الدعاء، بالله عليكم. اللي يشوف الفيديو ده ما ينسانيش من الدعاء. طب تدعي لي تقول لي ايه؟ ربنا يوفقك ويهديك ويسترك ويشفيك. تمام. ربنا يرضيك ويرضيك ويرضى عليك. وادعي لابويا وامي بالصحه والعافيه وحج بيت الحرام يا رب. وادعي لاختي. فاليوم عرفه يوم مهم جدا 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 جدا، ما تغفلوش عنه. كتير الناس بتغفل عنه عشان ده يوم وقفه بقى وبتصالح بعده عيد، فالناس بقى بتبدا تجهز بقى، واللي عايز واللي يخرج لا معلش. يوم عرفه يوم مهم، يوم مهم جدا جدا جدا. من صام يوم، والصيام تصوم يوم عرفه. من صام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه السنه الماضيه التي بعده. يعني بمقتضى الحديث هيتغفر لك ذنوب السنه اللي فاتت والسنه الجايه. مفيش احسن من كده. تمام. الصيام مستحب جدا كمان، هو مش فرض لكن الصيام مستحب. فلكن زي ما قلت لك صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي السنه الماضيه ولا السنه التي بعد، يعني السنه الجايه بمقتضى الحديث. فاتمنى الكل يشوف فيديو يعني ما يسمعوا ويفهموا. ربنا يعني يوفقنا يا رب لعبادته جميعا. بعد كل الكلام اللي قلته دوت، ربنا يا رب يوفقني لعبادته برضه، لان مش هعمل ده كله الا بتوفيق ربنا لعبادته. ان ربنا يوفقني ان انا اعبده وان انا اذكره وان انا احسن ذكره وشكره في ذلك اليوم. تمام. وقراءة القرآن، ما تنساش قراءة القرآن. واخيرا يعني ربنا رب يتقبل منكم جميعا ويستجيب الدعوه. وما تنسونيش من دعائكم، اللهم امين يا رب، وبالذات بالهدايه والشفاء. تمام. والتوفيق. واخيرا يعني عيد مبارك عليكم، عيد اضحى مبارك عليكم. كل سنه وانتم طيبين. للتوثيق بس، النهارده يوم عرفه 26/5/2026.